السلام عليكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد. تمام. شوف بقى الكرتونه دي فيها ايه. تمام حبايبي، ان شاء الله تستفادوا من الفيديو. نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. بصوا حبايبي، انا جايبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك اواني الزهر، تصاد زهر ماركة اورس. ماركة اورس اهي، ماركة اورس. تمام. تعالوا نشوف بقى اواني الزهر وازاي استخدامها. تمام. حبايبي ادي الباكيت معايا 3 طاسات. تمام. كاست ايرون. تمام. ماركة اورس. تمام حبايبي. تمام. صناعة مصرية. قبل كده زمان كان الزهر عندنا او اواني الزهر كلها كانت حاجات مستوردة. النهارده ان شاء الله بكل فخر عندنا صناعة مصرية بتنافس يعني الاواني كلها او اي منتجات مستورده. تمام. عندنا هنا حبايبي ال4 طاسات دول، كل طاسه مكتوب عليها المقاس بتاعها ادي 16. تمام. معانا 20، معانا 26، معانا ال30. مميزات ولا نقول الاول العيوب؟ طب هو انا لسه ما شفتش عيوبهم، بس هي هتكون ميزه وعيب في نفس الوقت. تمام. تقال جدا، فانت محتاجه تشوفي لهم مكان، يعني ايه، ما تحطهمش في حاجه عاليه ولا كده، لا حاجه يعني في الضرفه الاخيره في دولاب المطبخ عشان ما ياخدش الرف يقع. ما شاء الله ما شاء الله، تقال جدا. معروف ان الحديد الزهر معروف بتقله. تمام. كل ما المنتج تقيل تعرفي ان ايه الخامه كويسه والماركه كمان كويسه. تمام. عندنا ماركات كتيره. تمام. ليه اخترت دي؟ انا اخترتها يعني كده، قعدت اقارن ما بين كذا ماركه. بشوف الاسعار، طبعا اهم حاجه الاسعار، بشوف الريفيوهات عليها. تمام. يعني خلاص توكلت على الله وجبت اورس. تمام حبايبي. نيجي عندنا هنا برضو معانا اليد الجلد، بتتلبس كده في اي يد. ماشي اهو، دي عشان تحمي ايديكي من ان هي يعني تتضرر او اي حاجه. تمام حبايبي اهي. وعندنا هنا معانا ورقه بالتعليمات. عندنا هنا بيان بالتعليمات ازاي نستخدمه، ازاي نتعامل معاه. وعندنا هنا كود ندخل عليه نعمل سكان QR ده في فيديو ازاي بيعرفنا ان احنا نستخدم الطاسات لاول مره، بس انا هقولها لكم. تمام. عندنا هنا طريقه الاستخدام لاول مره. اول مره بندهن الطاسات بالزيت. تمام. بره وجوه، شويه زيت ندهن الطاسه بره وجوه. تمام. ندهنها كويس عشان لو في زيت وقع يبقى يقع في الطاسه التانيه. تمام. وبعد كده حبايبي بنحطها بالشكل ده مقلوبه على رف البوتاجاز على درجه حراره 160. طبعا انا هنا هنعمل الطاسات كلها بنفس الطريقه.
ده من اول مره ايه. عندنا هنا الطبقه العازله اللي احنا بنعملها دي، عشان معروف ان الحديد ان الاواني الزهر من الحديد، تمام. والحديد بيصدي طبعا. هو الحديد يعني ممكن يكون فيه مسامات مفتوحه، فطبعا بنتجنب ان المسامات المفتوحه دي يدخل لها ميه اثناء الغسيل او الطبخ وكده فتصدي، تمام. فنتجنب ده كله. بنعمل الطبقه اللي هي طبقه اللي احنا بندهنها زيت وندخلها الفرن، نشمع التصاد لمده ساعه في قلب الفرن على درجه حراره 160 عشان تعمل طبقه عازله. بعد كده نسيبهم يبردوا ونطبخ فيهم عادي. بس لما بنيجي نطبخ في الطاسه ونيجي نحطها على النار لازم الطاسه تكون سخنه، تمام. مش هنحط زيت او الماده الدهنيه ونحط الحاجه على طول، لا، نسيب الطاسه تسخن كويس، تمام. دي من الشروط اللي احنا دي من الشروط حتى اللي هم قايلين عليها في البيان هنا. وانا برضو شفت فيديو برضو نفس الشيء. انا بنصح اي ربة منزل بتجدد بيتها او عروسه وبتجهز طاسه واحده ب3 4 طاسات هتجيبيهم من موديلات مختلفه في جهاز. لما انت تجيبي حاجه تستفادي بيها مدى الحياه لازم تحافظي عليها، لازم نتبع التعليمات ونحافظ عليها عشان تبقى قاعده معانا. احنا لما نكون في حاجه غاليه جدا مش بنقعد نحوط عليها وكده. لو جايبين فازه سينيه او اي حاجه سينيه او ايا كان مش بنقعد خايفين عليها. طبعا حديد الزهر حاجه سنين لازم نحافظ عليها ولازم نهتم بيها، تمام. فده كان الفيديو بتاعي النهارده. ولو انتوا وصلتوا لحد هنا وشفتوا الفيديو وعجبكم ما تنسوش ان انتوا تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه، تدوسوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس على علامه الاول عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهات القناه. شجعونا عشان نستمر. سلام عليكم.